احنا هنا حلقات البصل والطماطم اللي احنا عملناها. تمام. حطينا فلفل اسود، اما الفلفل الاسود يعني خلاص هو يعني خلص عندي. تمام. يعني حطيت اللي كانوا عندي، لما ننزل نشتري تاني مع بعض ان شاء الله. وده ملح، معلقه من الملح، معلقه شاي صغيره. تمام. نحط برضو فلفل اسود، يعني ايه اللي عندنا بقى، يعني انا بحاول احط كل اللي في العلبه اللي اتبقى عندي لغايه ما ننزل نشتري. احط مكعب مرقه. تمام. ونحط معلقه شاي كزبره ناشفه، ريحتها حلوه قوي على فكره يا جماعه الكزبره الناشفه. تمام. الطريقه بتاعت النهارده ان شاء الله فراخ بطريقه جديده. دول حبيتين بصل جوليان، قطعتهم جوليان زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف هنعمل ايه في الفراخ. انا هنا بحمر الفراخ زي ما انتم شايفين. تمام. يعني تشويحه بسيطه خالص، وهنزل عليهم بالبصل الجوليان زي ما انتم شايفين كده. تمام. اهو زي ما انتم شايفين، وهنزل عليهم بكركم. انا جايبه كيس من الكركم يا جماعه. دول تقريبا دول اخر شويه اللي انا حطيتهم، دول ما يعادل المعلقتين كبار من الكركم. شايفين التقليبه اللي انا قلبتها دي؟ ده بعد ما قلبتها وحطيت لها الكركم، شايفين شكلها بقي عامل ازاي؟ شكلها تحفه تحفه. تاخد الصدمه بتاعتها مع البصل يا جماعه. انا هنزل عليها ب4 فصوص من الثوم. تمام. ادي الثوم اهو اللي انا حطيته، 4 فصوص من الثوم، وهقلبهم طبعا. هنزل عليهم بمعلقه ونص من السبع بهارات كده اهو. تمام. وهنزل عليهم بمعلقه من البابريكا. تمام. خلاص كده، وهقلبهم. بقى اعصر ليمونه على الفراخ بتاعتي. طبعا البخار ما شاء الله اهو، شايفين اهو انا بعصر الليمون اهو يا جماعه. شايفين شكل الفراخ بقى شكلها ازاي من البهارات والكاري اهو. تمام. النص التاني بقى هنعصره، بس ريحه التوم بقى والبهارات يا لهوي، عامله ريحه فظيعه بجد والله العظيم. ريحه فظيعه فظيعه فظيعه، ريحه جنان جنان اهو. تمام. الفراخ البطل بتاعنا النهارده بقى اللبن. اللبن يا جماعه، شوفوا هنزل بكوبايه لبن على الفراخ. تمام. كوبايه لبن يا جماعه. عايزه اقول لكم ان اللبن ده عمل شغل مع الفراخ، ريحه الفراخ رهيبه بجد. التوم خلى ريحتها حلوه قوي. وعلى فكره انا حطيت ملح في الفاصل، حسب رغبتك او حسب ما انت عايزه الفراخ ايه، يعني ملحها هيكون مقبول. انا حطيت معلقه ونص من معالق الشاي الصغيره. انت بقى حطي بمزاجك بقى. ريحه الليمون مع اللبن مع البهارات مع الثوم فظيعه بجد والله العظيم، فظيعه. هننزل عليها بحبه ميه، وحبه الميه هنا اللي انا هحطهم كوبايتين من الميه، مش هحط اكتر من كده. شايفه انا مش هحط اكتر من الميه اللي انا حطيتها دي. تمام. عشان تكمل السوا. هنزل عليهم ب3 طماطمات مقطعين. دول 3 حبات طماطم يا جماعه، انا قطعتهم وهنحطهم دلوقتي في الفراخ. شايفين هنزل عليهم بالطماطم كده. تمام. الله على الريحه يا جماعه، الله بجد على الريحه. اقلبهم كده
يعيشوا مع نفسهم وياخدوا الصدمة بتاعتهم مع الفراخ تستوي على النار. اخر حاجة جبت جزرتين وشرحتهم كده شرايح صغيرة. تمام. اخر مكون عندنا هنحطه للفراخ الجزر اللي انتوا شايفينه ده، حبيتين من الجزر. فين الفراخ شكلها ازاي؟ هننزل عليها بالجزر، شايفين شكل الفراخ كده نص سوا، وهنغطي عليها مع الجزر تاخد صدمة بقى حلوة كده. وبعدين هنبقى خلصنا الوصفة بتاعتنا بتاعت الفراخ السريعة اللي تعتبر ما كملتش اي حاجة للستات اللي عايزين يعملوا فراخ بس بطريقة سريعة وما عندهمش وقت. انا خلصت الفراخ حطيتها في طاجن زي ما انتم شايفين كده. تمام اهو طاجن ما شاء الله. انا عايزه بس البخار يطير شويه اهو. احطها في الفرن تاخد وش وبعدين اخرجها.